الله الله، تاني يا سيدي تاني. الحرام عمري ما كلتاش. مم. طول عمري قليل متاعي. وقولوني قول ما قلتاش. ايوه. وحملوني حمل مش بتاعي. يا سبحان الله يا سبحان الله. الحرام عمري ما كلتاش. ما كلتاش يعني ما كلتشوش، ما كلتوش، ما باكلش حرام. طول عمري قليل متاعي. متاعي هنا المتاع حاجياتي يعني احتياجاتي يعني قليلة، وانا يعني أيوة. يعني قنوع. أيوة. مش طماع. قليل المتاع. قليل متاعي قليل المتاع. نعم. وقولوني قول ما قلتاش. يا سلام. وحملوني حمل مش بتاعي. يا سلام يا سلام. نعم نعم. غلطتنا الهايف نصبناه. غلطتنا الهايف نصبناه وجانا من الهم شقاوة. وشبكنا في البحر نصبناه لقيناه مليان شقاوة. يا سلام. شبكنا في البحر نصبناه. نعم. لقيناه مليان شقاوة. يا ريت ندي فكرة بس للسادة المشاهدين عن بعض التعبيرات دي اللي هو شبكنا نصبناه ومليان شقاوة وكده. دي غلطتنا الهايف نصبناه. ايوه. الهايف مسكناه وخليناه كبير. يعني في عمودية، في شيخ، في اي وخليناه قائد. نعم. غلطتنا الهايف نصبناه وجانا من الهم شقاوة. وجانا من الهم شيء قوي. شيء قوي. شيء كبير. شيء مش هين. نعم نعم. ما نصبناه. مظبوط. مظبوط. غلطتنا الهايف نصبناه وجانا من الهم شقاوة وشبكنا في البحر نصبناه. ايوه. لقيناه مليان شقاوة. يا سلام. ايه الشقاوة الثانية دي؟ الشقاوة الثانية ده الشبك هو عبارة عن يعني شيء الشبكة. رمز. الشبكة رمز. مش ما انا عارف انه رمز، لكن احنا بس عايزين نفهم مدلول الكلام. يعني الشبكة عادة عايزين فيه بتجيب سعادة، بتجيب رزق، بتجيب خير. نعم. لا دي ما جابتش الكلام ده. دي جابت شقاوة غلب. على فكرة انت كتبت كلمة جابت شقاوة، يمكن ما تعرفش كلمة شقاوة في السمك شكلها ايه. لا انا مش ملم بالسمك. ايوه نعم نعم. هو زمان شقاوة. هو زمان ايام فيضان النيل وقبل السد العالي يعني. كان النيل مليء بالثروة السمكية. نعم. يعني هو النيل الآن السد العالي حجز جزء كبير من الثروة السمكية، وعلشان كده السمك حتى في بحيرة ناصر بيتوحش، بيكبر ويتوحش ويأكل بعضه. السمك الكبير يأكل الصغير. وزمان كان فيه ناس تشتري الترع بعد ما يفتحوا الترع في كان بيجي في شهر مسرة اللي هو في شهر سبتمبر. لأنه النيل كان يبلغ أقصاه في منتصف سبتمبر، زي ما كانوا بيقولوا لنا في الجغرافيا زمان. في المدارس كانوا يقولوا إن الأمطار والنيل يبلغ أقصاه الفيضان في منتصف سبتمبر، اللي هي بتوافق شهر مسرة. شهر مسرة ده شهر من الشهور القبطية اللي هي توت، بابا، طور، كياح إلى آخره. فلما كانت الترع كنا نصيد في الترعة حاجة اسمها الملقف. حاجة اسمها يطرح الشبكة في الترعة تصيد سمك. السمك الموجود في النيل متنوع. يطلع لك مثلا بلطي، يطلع شلباية، يطلع قرموط، يطلع تعبان سمك. في حاجة اسمها القرقار. ايوه. القرقار ده بيبقى ليه عظم شديد. يعني الواحد لو مسكته انت مش بعناية الشوكة بتاعته تجرحك تعور. ففيه نوع من السمك الصغير كانوا السماكة عندنا يسموه الشقاوة، زي الصير وزي البسارية. ده ما وراش شيء. ده ما وراش فايدة. بالظبط كده. بس فكان السمك ده يعني، واحتمال انت كنت تقصد الشقاوة يعني اللي هي ضد السعادة، ضد عكس السعادة. تنفع كله ينفع. لا بس كنا حبيت بس اقول المعلومة بتاعت السمك. عموما احنا سعدنا بيك في هذه الحلقة. الله يبارك فيك. واستمتعنا معاك بفنك الجميل، ونحب نشوفك في حلقات ثانية. شكرا يا حاج سعد. الله يبارك فيك. شكرا، بارك الله فيك.